لا يجب أن تكون كسولا زي عمر مرموش. لازم ما يكونش عندك كنبة في البيت. لازم تاكل انت واقف زي الحصان. لازم تاخد حب غير مشروط زي برضه عمر مرموش لما باباه ومامته صدقوا فيه وكانوا بيدوله حب غير مشروط، فبالتالي صدقوا في حلمه، فضلوا واقفين معاه. لازم تعمل في الوقت اللي انت ما عندكش رغبة فيه زي ما كان بيعمل عمر مرموش. لو عملت في الوقت اللي انت حابب تعمل فيه هتكون اصلا كسلان وهيكون في ملل وروتينيه، بل انت وبتعمل العمل اللي انت مش عايز تعمله وما عندكش رغبه فيه طلعه في احسن صوره وبأبهى صوره. خلي الناس يكونوا مغرمين بيك، مش انت اللي تكون مغرم بيهم، بالحاجات اللي انت بتعملها، بالحاجات اللي انت مصدقها جوه نفسك. لان انت لو فضلت تغرم بكل الناس دي كلها، الناس هتعتبرك زي السجاده اللي بيمشوا عليها ومش هيهتموا انت بتحب ايه او انت عايز ايه في حياتك. فالافضل ان هم يغرموا بيك ولا انت تغرم بيهم، ان هم يحبوك اكتر وانت ما تحبهمش اوفر زياده عن اللزوم غير لما بيقدموا لك الحب ده. ما تكونش شبه الناس اللي حواليك، خليك مختلف عنهم في كل حاجه. مش الاختلاف اللي هو الاختلاف المجنون والكلام ده كله، الاختلاف اللي بحدود، الاختلاف اللي جوه طموح وطاقه، الاختلاف اللي جواه نعمه من عند ربنا زي عمر مرموش. يا ريت نتعلم منه حاجات كتير. انا قلت حاجات بس هي لمستني في الشخصيه دي، ولو هنفضل نحلل في شخصيه عمر مرموش هنقول كلام كتير. مان سيتي.